جلسة القت أنا صراحة يعني موجود. أنا خزن في اليوم 3 مرات، في الأسبوع 3 مرات. يعني تسمع أدب وشعر واللي قام عن الناس وحكي سياسة، وكل الناس يحكوا في هذا السياسة. احنا في القات عندنا يمكن أكبر سياسيين في العالم. احنا نقيم الوضع في أمريكا، ونقيم الأوضاع في الصين، في شرق آسيا، جنوب شرق آسيا، في استراليا. جلسات القات نقيم الأوضاع الديمقراطية، الأوضاع الدكتاتورية، الأوضاع نخلي نقرش الحكام، نمدح الحكام، نسلخهم، ولا نخلي بشر في مقاييل القات. لكن خلاص هي بعدين تتفرغ من بعد نهاية القات. هذه هي الجعبة راحت في سلة المهملة. تأخذون قرارات سياسية في هذه المجالس؟ لا يبنى عليها قرار. شوف، هذا احنا نعتبره يقول فلان حكى، تقول له ايه متى كلمك؟ قال معلقة، تقول له هذا حطه على جنب. لكن اذا حكى معك في الصباح كويس. خبرنا عن هواياتك الرياضية. الله، تحدثي ولا حرج. ايش تتحدث؟ حدثنا ولا حرج. انا امارس السباحة ولعب البولينج والبلياردو. هذه من الذي اقضيها في الاسبوع 4 أيام. أهوى أعشق الخيل، أربي الخيل، أهتم أولادي يركبوا الخيل بشكل جيد. يركبون الخيل؟ أولادي كلهم يركبوا الخيول. بس ما زال عندك الحيوية والنشاط. أنا أروح أتفرج على الخيل كل يوم. عندي هنا طبل للخيول. والجمال كمان عندك؟ جمال. عندي ثروة حيوانية هنا في الرئاسة جميلة أربيها. جمال وأبقار وأغنام وخيول. مزرعة. هل هاي الحيوية عندك الدائمة تعود إلى فعلا اللي هو التراث أو العادات والتقاليد الأساسية في اليمن، هي جلسات القات والتخزين؟ هل يعود إلى هالسبب؟ كلام قات نشوة، يعني ينتشر الإنسان مع القات والسجاير والمداع كلام قات، ويكسر الهدار الكلام. حتى القات يجيب سيولة من الكلام. يعني إذا واحد طبيعته ما يحكيش كثير، مع القات يحكي كثير. بعدين أنا ما خزنت. خزني ما قدرت خزان صراحة. يمكن خزن يعني اليوم اخذ معي اذا بيسمحوا لي. لا بدي اعرف شو. كنت خايفة. لحظة، خبرني من بالبداية كيف تبلش الشعور وكيف تنتقل من فترة لفترة. لا انا خايفة على حالي. لا ما تخافي، ما تخافي. هذا ما هوش مضر. هو عبارة عن منشط مكيف، يعني زي الشاهي. لن أخفي عليكم، لن تكون زيارة اليمن كاملة إلا بالتخزين، وإن لم تخزن القات مع أهلها كأنك لم تزرها. ومهما قيل في ذم القات أو امتداحه فهو تقليد قد يطول الزمن قبل أن يندثر. لا عايزة تخبرني او بالبداية ما يشعر شيء. انا جربت شوي بس ما كانت كافية. ما لهش تأثير.